هنعمل النهاردة مع بعض الكيك. الكيك بطريقة سهلة جدا. انا بعمله دايما بنفس الطريقة دي انا معتمداها من زمان. عايزة اقول لكم طريقتها سهلة جدا، بسيط ان شاء الله يعجبكم. انا دايما بعملها بنفس الطريقة، مش بغير الطريقة بتاعتي خالص. انا من زمان بعملها. هنبدأ بقى في المكونات. ان شاء الله عندنا 3 كوبايات من الدقيق. دقيق متعدد الاستخدامات، انا بستخدم اي دقيق عادي مفيش مشكله. ضفت 3 معالق من البيكنج باودر، معالق صغيره. ضفت رشه ملح. هنبدا بقى ننزل نركن ده على جنب، ونبدا بقى في المكونات السائله. هنضيف هنا 1.5 كوباية من السكر، عليهم 1.25 كوباية من الزيت، وطبعا ضفت معلقه سمنه بلدي. عايزه اقول لكم ان انا كنت زمان بعملها بالسمنه البلدي، بس طبعا بعد زياده الاسعار بقيت بعملها بالزيت وبضيف معلقه سمنه بلدي. ضفت هنا 4 بيضات وعليهم رشه فانيليا. طبعا في الوقت ده انا بكون مشغله الفرن على درجه حراره 180. ضفت هنا كوبايه حليب دافيه، وببدا انخلهم اسفه، ببدا اضربهم كويس جدا. وضفت كمان معلقتين من اللبن البودره، ده طبعا زياده اضافه يعني اضافه ممكن نضيفها وممكن بلاش. نبدا بقى ننزل الدقيق حبه بحبه زي ما انتم شايفين كده. وفي الاخر هجيب كده معلقه وابدا احرك الخليط من تحت لفوق عشان خاطر ما يكونش فيه دقيق تحت. هنبدا بقى نجيب مسحه سمنه بلدي، ورشيت هنا دقيق. وبعدين ضفت بقى خليط الكيك. طبعا دخلتها في الفرن على درجه حراره 180 في الرف الوسطاني، مش بفتح عليها خالص غير لما الريحه تطلع. زي ما انتم شايفين كده بدات اقطعها. سبتها طبعا لما بردت، وبدات اقطعها بقى بالقطع اللي احنا عايزينها، مكعبات بالطول براحتنا خالص. بس ودي كانت وصفتنا، وهسيبكم بقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.